سؤال ذكي وإجابة رائعة. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. طبعا السؤال بيجي إنه والله من المعارف أو الجيران أو دخلت يعني بالشركة جارتنا وما استفادت شيء، وطلعت إنه أنا ما بدي أتعذب من أول، أعطوني الزبدة. أول شغلة بنقول له يوم راح تكون الإجابة إنه اليوم أنت جارتك هل كنت مع تعرفيها انه هل هي تعلمت، هل كانت مهتمة، ولا نامت بالجروبات وبعد سنة فاقت وقالت لك والله انا ما استفدت؟ هل استهلكت من المنتجات؟ هل سوقت؟ هل بتعرف الخطة المالية وكيف الارباح؟ بتعرف الرتب؟ يعني اليوم بدنا نكون واقعيين. اليوم ما في انه نقارن الشركة باشخاص. لذلك يا جماعة دائما حطوا ببالكم انه لا نقارن الشركة باشخاص. تمام؟ ليش اليوم انت عم تقارني الاخت يلي هي فشلت حالها باشخاص موجودين بالشركة وناجحين وعم يحققوا انجازات كبيرة؟ لذلك دائما نحن اليوم نطلع على الشركة، تمام، نطلع على قوتها، نطلع على متانتها وعمرها واعضائها. يعني في اشخاص اليوم كمان ايضا بتيجي بتقول لك انه طيب انت شو انجزتي؟ شو وصلتي؟ قد عمولتك؟ نجي بنقول لهم على سبيل المثال اذا كنا جدود، انا اليوم جديده بالشركه الحمد لله، دخلت ماني مخاطره بشيء، ماني دافعه شيء، فايتي اسس مشروعي، جاي حط ايدي بايدك لحتى ان شاء الله نساعد بعض ونحقق ان شاء الله انجازات ونقول يا رب. لانه اليوم انت لا تقارني يعني عملي بعملك. مدري اليوم انت اشطر مني، مدري انت تكوني احسن مني، وايضا يكون عليك معارف، يكون عندك طريقه للعمل اقوى مني. لذلك اليوم نحن بعمل يعني ما حدا بيطلع على كتاف حدا ولا حدا بياكل حق حدا، عمل عادل وفي خطه ماليه عادله. اذا كنت اليوم شاطره ما شرط انه انا دعيتك للعمل خلص راح تضل انه تحتي، ولا انه مثل ما بيقولوا ما بتطلعي فوق. لا، اليوم عندنا حالات كتير الناس رتبتها يعني اقل من رتبة فران الشخص اللي دعاها وبتكون عمولتها افضل واعلى واحسن. لذلك اليوم بنقول لهم لا تقارنوا الشركة العالمية وقوتها ومتانتها والناجحين اللي فيها بمئات الالوف والملايين بعمله. اليوم انا مدري شخص ما معطي اهتمام للشركة، مدري ظروفي انه احتمال انا شخص يا اخي ما بدي اشتغل، انا عم تابع يوم ماني عم تابع، خلص انا اليوم هيك وضعي. ولكن انت مدري تكون عندك تفرغ اكثر، مدري يكون عندك نتائج اسرع. لذلك اي حد بيسالكم عن نتائجكم اذا كنتم بالبدايات او وصلكم فتره، عادي بتجاوبوه هذا الجواب انه اليوم لا تقارني عملي بالشركه القويه العالميه يلي فيها الناجحين بعدد كبير. لذلك ادخلي قولي يا رب لحتى نساعد بعض ونقوي بعض ان شاء الله، ونصير عنا ان شاء الله دخل وفريق عالمي ان شاء الله. طبعا دائما انا بقول لكم بالبدايات لا تحطوا عينكم على الدولار، لا تحطوا عينكم على الربح السريع، اللي بيجي سريع بيروح سريع. لذلك يا جماعه ضوعنا من عمرنا يعني سنين وايام طويله، لذلك ما بدنا هلا بيوم وليله نفكر بالربح وانا ما عم يطلع لي شيء لسه لا، طولي بالك، هدي بني فريقك يكون صح، يكون قوي ان شاء الله. بنحط عيننا على الانجازات بالبداية، على بناء الفريق. بس حطينا عيننا على الدولار بالبداية راح نفشل، لانه مثل ما حكينا اذا ما كان البناء قوي يعني ما راح يستمر هذا البناء، راح يكون مضعضع، مبني على الامراض ومبني على بس تحقيق المبيعات والربح السريع. ويعني راح يكون للاسف بناء يعني باي وقت راح يعني يوقع لا سمح الله. لذلك بنائكم كل ما كان قوي ولو تأخرت شوي النتائج هاي بالعكس أحسن لإلكم. شدوا الهم، يقولوا يا رب، والنية سابقة الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله.